في كل قصة أبدعها أو مسرحية عرضها أو مقالة نشرها لم يوصف بأنه كاتب فقط، وإنما وصف بأنه شحنات متفجرة من الديناميت. عرفناه في الحرام وبيت من اللحم وأرخص ليالي والنداهة والعيب، وكلها أعمال أدبية وفنية كشفت عن بعد اجتماعي مظلم للجنس في حياة المصريين. قال على نفسه أنا سلطان قانون الوجود، وقال على نفسه أنا جبرت العصر، ووصف كتاباته بأنها انطباعات مستفزة. كان دائم الاشتباك مع الحكام والمشايخ والكتاب، ولما ملقاش حد يشتبك معاه دخل في حرب شرسة مع نفسه، لأنه الحقيقة ما كانش يقدر يعيش من غير قتال. اتولد في الشرقية يوم 19 مايو سنة 27. درس الطب، اشتغل دكتور في القصر العيني، صاغ الألم في قصص قصيرة وصف بأنه أميرها. هو يوسف إدريس علي، فصل من الإبداع سريع الاشتعال في حكاية وطن. يعني عمري ما غطست في أعماقي وخرجت بشيء. هو ليه الراجل في أزمة؟ لأنه لا يستطيع أن يكذب على امرأته إذا تزوج. أنا شديد الاعتزاز إني إنسان، مش إني كاتب ولا إني مواطن ولا إني كذا أو كذا، إني مجرد إنسان. مهندس مثقف فأنا كنت بقعد، أنا دي جلسات أنا كنت بجد فيها جديد، بجد فيها أفكار جديدة. من الألقاب المهمة الحقيقة اللي لقب بها الأديب يوسف إدريس، وأعتقد هي كانت من الألقاب الأقرب إلى قلبه، هو لقب أمير القصة القصيرة، واللقب الحقيقة الأقرب إلى واقعه، وهو الأديب الذي أغوته نداهة الأدب، لأن فعلا هو من الطب إلى الأدب، وحاول يمارس الطب لفترة ولكن الأدب خده من ده خالص. من رواياته الكتير قوي الحقيقه اللي كان ليها علاقه بواقع، زي ما حضرتك قلت كده، ليها واقع بنشأته الريفيه، هو ابن محافظه الشرقيه. كانت مثلا زي قصه النداهه. وقصة النداهة فتحية بطلة القصة ما كانتش مجرد مرات بواب موجودة في عمارة وبتحاول ان هي مع الوقت ابتدت يحصل بينها وبين السكان نوع من العلاقة الغير مفهومة، انها بتطلع بقى للستات بتشوف بيلبسوا ازاي، هي جاية من القرية فالستات دي بتلبس، تبتدي دخلت في القصة دي ان هي عايزة تبقى زيهم. دخلنا في قصة اغتصاب، انها تقع في غراب واحد من سكان العمارة وينتهي الموضوع ان هو يغتصبها، ومع ذلك انت متعاطف معاها للنهاية. وده على فكرة حاجة من الحاجات اللي عملها أكتر من مرة يوسف إدريس، إن قصة الخيانة مثلا، إن أنت تلاقي نفسك متعاطف مع الست اللي بتخون جوزها، فتحية مرات البواب. ولكن إن اداها زي ما هو قال بعد كده، وزي ما قال النقاد بعد كده، إن هي كانت عبارة عن الريف المصري. يعني فتحية دي كانت بتعبر عن الريف، وإزاي الريف والريفيين ندهتهم الحياة المدنية في مصر، فتركوا ما كانوا فيه من الريف وذهبوا يدوروا عن المدنيه. وكان مكان، لان ما نعاني منه النهارده الحقيقه هي صوره ان الفلاح ترك ارضه والفلاحين تركوا الريف وذهبوا الى المدينه. ودي كانت حاجه من الحقيقه من القصص المهمه جدا ليوسف ادريس.
الفن الصافي ده ما بينفعش في السينما، لانه عباره عن احاسيس صغيره لما بتيجي تترجم ما بتنفعش. طبعا هي السينما قربت منه، ولكن اولا ان السينما عاده يمكن بتتجه اكثر لانتاج الروايات، على ما يعني، لان الروايات بيكون فيها احداث اطول، ولكن يوسف ادريس تمكن بشده من ادوات القصه القصيره، وعرف يكتب القصه القصيره الحقيقه بشكل هايل جدا، فخدت منه في اعمال كتير اتعملت، ولكن طبعا مش في غزاره انتاج الادباء التانيين يعني. يمكن لان كانت رواياته اكثرها كان الحقيقه يعني كما اراها وكما يراها نقاد كثيرون كان فيها حاله من الاسقاط، ما كانتش دايما الروايه صريحه، ولكن فيها شيء من المحاوره ان انت بتوصل للموضوع في نهايه القصه. يمكن اعتقد ده بالنسبه للسينما بيكون اصعب شويه، لان انت بتبقى محتاج قصه وليها شكل معين وليها اشخاص معينين، ولكن هو في النهايه دايما كان بيعمل اسقاط على حاجه معينه. يمكن عشان برضو يمكن انتاجه الادبي ما كانش غزير قوي، ولكن الحقيقه كان محدد وكان قوي جدا، يعني انا بعتبره من اعظم من كتب القصه القصيره. يعني نصيحتي لكل في الريف وتربيته في الريف جعلته يعني يركز على نمطين مهمين جدا اتكلم عنهم. هو الحقيقه ركز على النمطين دول في اغلب قصصه القصيره وفي اغلب رواياته، لو تتبع الروايات ركز على نمط المرأة، باعتبار أن المرأة كما رآها هو في هذه المرحلة وفي البيئة اللي تربى فيها كانت مهمشة لحد كبير، فاعتبر أن هذه الشخصية المهمشة تحتاج إلى أن هو يعني يزداد من ما حولها ويقدر يكتب عنها بشكل أكثر إيجابية، فكتب عن المرأة في أغلب أعماله. وحاجة تانية برضو، ودي كانت أكثر الشخصيات اللي تحدث عنها أو الأنماط، كانت شخصية القاع، وما نسميه نحن أو يسميه الأدباء والنقاد بأنه قاعدة الهرم. يتكلم عن الناس المهمشين في المجتمع الذين يعانون، زي مثلا في كتاب الحرام لما اتكلم عن عزيزة اللي كان اعتقد بطلة الفيلم، اعتقد على ما اعتقد، او بطلة الرواية، اللي هي كانت جاية من المقارنة ما بين الريف والمقارنة ازاي خدتها المدينة، وانها كانت من عمال التراحيل، وازاي عمال التراحيل كانوا بيعذبهم في هذه المرحلة يعني، وازاي اصطدمت بواقع. فهو جعل الحقيقة الناس تتعاطف مع الشخصية جدا، نقل الصورة اللي شافها في الريف للصورة المدنية. من أهم القصص القصيرة اللي بعتقد الحقيقة إن يوسف إدريس كتبها هي قصة قصيرة اسمها آخر الدنيا. القصة دي كانت موجودة في مجموعة قصصية، واتكلم فيها عن رمز. هو حقيقة كان له يعني كان قوي جدا في حتة الرموز والإسقاطات، كان دايما يعمل رمز أو يسقطه على حاجة، وكان يكتب بلغة بسيطة جدا وسلسة جدا ومتحكم جدا في الشخوص، ولكن في نفس الوقت كان في هدف من وراء الرواية وبيوصل بمنتهى القوة للقارئ يعني. فقصة آخر الدنيا بتتكلم عن طفل صغير، والطفل ده كان مهمش، وكان أبوه سابه لجدته وسافر وساب له ريال فضة، والريال الفضة ده كان الحاجة العظيمة والقوية اللي ربطته بالحياة، هو عوضته في نفسية الطفل، عوضته عن فقدان أبوه، فبدأ يتعامل مع الريال ده وكأنه الأب أو وكأنه النموذج في حياته. من هنا جاءت قيمة الفقد، إنه فقد الأب واستعوضه بهذا الريال. كان بياخد الريال ده في حضنه، وكان بيعتبر الريال ده صديقه، لما كان بيتضايق فيحكي له ويطبطب عليه، لما كان بينفعل كان يخبطه في الحيطة، وفجأة وهو ماشي الريال ده ضاع منه. فالولد أصيب حالة من يعني فقدان بقى الواقع، وبدأ يخش في اكتئاب فظيع جدا، وبدأ يحاول يرجع يدور على الريال ده. وفي لحظة حقيقة فاصلة هي كانت قصة قصيرة في هذه القصة، إن هو بيقف عند محطة القطر ويكتشف إن الريال ده وقع منه على قضيب القطر، فبيدور عليه، وأثناء ما هو بيدور عليه بيأتي قطر يأخذ هذا الولد إلى آخر الدنيا، وعشان كده سمى القصة القصيرة بهذا الاسم. فالحقيقة كان بيتكلم عن قيمة فقد الأب، قيمة فقد الأشخاص لحاجات كتير قوي، يعني فقد الشخص لمجتمعه، لشخصيته، للقيم اللي بيدور عليها، فقده لذاته. وكانت قيمة الفقد دي من الحاجات المهمة جدا اللي كتب عنها الحقيقة الأديب يوسف إدريس يعني. يا علي خد يا اخويا ملالي دي مش زعل على الصوت. Thank you.
أحب يوسف إدريس جمال عبد الناصر، أحبه واعتبره يترجم كل أفكاره وأحلامه. ده حصل حتى وقعت هزيمة يونيو. بعد هزيمة يونيو انهار يوسف إدريس زيه زي صلاح جاهين، وسافر يوسف إدريس للعلاج من الصدمة في الخارج، ولكن الحقيقة وجد أن أفضل علاج له أن يواجه الحكام بالأخطاء الفادحة التي ارتكبوها في حق الشعب المصري من خلال كتاباته الحادة والساخنة والملتهبة أيضا. كتب مقالات على فكرة يعني قالها يمكن اتكتبت عن لسان السيد الرئيس أنور السادات، والرئيس أنور السادات كان بيجيبه يكتب له أحيانا بعض خطبه، وكتب قصص قصيرة ورجع فيها ليوسف إدريس أو كتب حاجات مشتركة وساعده فيها يوسف إدريس. يوسف إدريس كان بيعتبر ده مهمة وطنية بالنسبة له إن الرئيس السادات ياخد رأيه فيها يعني. نتيجة دخوله وانخراطه في عالم السياسة زيه زي أي صحفي الحقيقة برضه بينخرط في هذا الموضوع، تم سجنه لفترة ولازم يدفع ثمن ده طبعا يعني، لأن الأدب والرواية بيبقوا حالمين أكتر من الكتابة الصحفية يعني. على فكرة السياسة عادة بتأثر على الأديب لما بيكتب، أو الروائي لما بيكتب رواية أو بيكتب قصة قصيرة. في حالة يوسف إدريس أعتقد إن هي أثرته بمادة خام تانية يدخلها في قصص قصيرة والروايات، لأن غصبا عنك أنت لما بتيجي تكتب رواية وبتبتدي تتأثر بالآراء السياسية، القلم السياسي بيكون أكثر عنفا وأكثر جفافا من القلم الروائي الحالم يعني. فالواحد الأديب أو الروائي لما بيكتب سياسة غصبا عنه بيلاقي نفسه لغته الأدبية تحولت إلى لغة أكثر جفافا يعني أو يعني بيضطر يقول رأيه أو يصبغ رأيه على الرواية اللي بيكتبها. يمكن ده حصل برضو في حالة يوسف إدريس، لأنه لما تأثر بالسياسة بدأ يصبغ الصبغة السياسية على كتابته الأدبية. بينه وبين السادات الحقيقة كان في حب وود وفي تفاهم، وكان دايما يقول ده راجل بيفهم في السياسة، وكانوا أصدقاء وكان بيروح يقعد معاه في الجيزة، وكانت علاقته بالسادات حلوة قوي لحد ما جت